فيه حاجة في دماغك بتتحكم فيك، وانت فاكر نفسك حر. قبل أن نكمل دعني أجرب معك تجربة بسيطة جدا. انظر إلى يدك الآن، اختر إصبعا واحدا والآن حركه. حسنا، هل شعرت أنك قررت تحريكه أم شعرت أنك وجدت نفسك تحركه؟ هنا تبدأ الصدمة، المفاجأة العلمية. هناك عالم مشهور يدعى بنجامين ليابيت أجرى تجربة على الدماغ واكتشف شيئا صدما. الدماغ يبدأ باتخاذ القرار قبل أن تشعر أنت أنك اتخذت. نعم، القرار يحدث في دماغك أولا، ثم بعد ذلك بثانية تقريبا يأتيك إحساس لطيف يقول لك أنا الذي قررت، لكن الحقيقة أنت لم تقرر بعد، لقد تم القرار بالفعل. تخيل أنك تركب سيارة لكنك لست السائق، أنك جالس في المقعد المجاور للسائق، وكل ما تفعله هو تبرير الطريق. تلتف السيارة يمينا فتقول أنا اخترت اليمين، تلتف يسارا فتقول أنا أحب اليسار، لكن الحقيقة أنت لا تختار، أن تبرر. لكن انتظر، الأمر أخطر من ذلك بكثير. في دماغك نظام خفي يسميه العلماء الطيار الآلي أو توبيلت. هذا النظام هو الذي يجعلك تفتح هاتفك دون أن تشعر، تتابع المقاطع القصيرة ساعة كاملة دون انتباه، تذهب إلى المطبخ وتنسى لماذا ذهبت، ترد بعصبية ثم تندم بعد دقائق. وهنا أهم نقطة، هذا ليس كسلا وليس ضعفا في شخصيتك، بل هو برنامج قديم يعمل في الخلفية تمت برمجته فيك منذ سنوات. مثال يومي مؤثر. دعني أسألك سؤالا، لماذا أحيانا تقول سأنام مبكرا ثم تجد نفسك مستيقظا حتى 4 فجرا؟ دماغك لديه وظيفة واحدة فقط، ليس أن يجعلك سعيدا، أن تملك حرية إرادة لمدة 7 ثوان فقط. أقوى جزء، قاعدة 7 ثوان. هناك فكرة تسمى قاعدة 7 ثوان. 7 ثوان هذه هي اللحظة التي تستطيع فيها الإمساك بالطيار الآلي قبل أن يعمل. مثلا، قبل أن تفتح هاتفك، قبل أن ترد بعصبية، قبل أن تأكل وأنت لست جائعا، قبل أن تسهر دون سبب. في أول 7 ثوان أنت ما زلت حاضرا. بعد ذلك الطيار الآلي يستلم القيادة. تمرين عملي، سأعطيك تمرينا واحدا، إن فعلته أسبوعا واحدا ستشعر أنك بدأت تستعيد السيطرة على نفسك. سؤال واحد فقط، كل مرة تريد أن تفعل عادة سيئة اسأل نفسك هل أنا أحتاج هذا أم أنا معتاد عليه؟ فقط هذا السؤال البسيط يفصل الطيار الآلي لحظيا ويعيدك إلى الوعي. لكن دعني أختم بأخطر شيء، أكبر كذبة يقولها لك دماغك ليست أنا الذي قررت، بل أكبر كذبة هي أنا هكذا، أنا عصبي، أنا ضعيف، أنا فاشل، أنا لا أستطيع، أنا لا ألتزم. هذه ليست حقيقتك، هذه برمجة قديمة، وأنت تستطيع إعادة كتابة البرنامج. دعوة للتفاعل، تعليقات. والآن اكتب لي في التعليقات ما هي العادة التي تشعر أن دماغك يجبرك عليها، وسأصنع فيديو قادما أشرح فيه كيف تكسرها بالعلم لا بالحماس. وإذا كنت تريد محتوى فعلا خارج حدود العقل، اشترك الآن، لأن القادم ليس طبيعيا.